السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الحلوه اللي سهله ومقاديرها بساط واقتصاديين. غادي نحضروها بدون زبده وبدون بيض، كتجي هكا شكلها زوين وراقي وكتجي مقرمشه ولذيذه وسهله في التحضير. فخليكم معايا باش تشوفوا المقادير وكذلك طريقه التحضير. ونبداو على بركة الله. غادي نحتاجو 2 علب ديال الياغورت. انا استعملت ياغورت طبيعي، ممكن انكم تستعملوا ياغورت بالنكهه ديال الفاني. وهاد العلبه ديال الياغورت هي باش غادي نوزن باقي المقادير كاملين، يعني غادي نغسلها غنشفها وهي باش غادي نوزن باقي المقادير اللي عندي. هنا غادي نزيد 2 علب ديال السكر سنيده، يعني نفس العلبه ديال الياغورت غادي نزيد 2 علب ديال السكر سنيده وكيس ديال السكر بنكهه الفاني. ممكن انكم تعوضوا السكر سنيده بالسكر كلاصي الا بغيتوا هاد الحلوه تجيكم هشيشه. انا كتعجبني تجي مقرمشه، داكشي علاش كندير السكر سنيده. اولا ممكن انكم تخلطوا بين السكر سنيده والسكر كلاصي الا بغيتوها تجي هشيشه، يعني ما بغيتوهاش تجي مقرمشه. صافي هنا خلطت مزيان هذاك الياغورت مع السكر حتى تنحس هذيك السنيده دابت. عاد زدت 2 علب ديال الزيت. دائما تنوزن بنفس العلبه كما قلت لكم. صافي غادي نخلط هذاك الزيت حتى غادي يندمج مع السكر والياغورت. دابا غادي نزيد عليهم كاس اولا علبه، نفس العلبه ديال الياغورت ديال كاوكاو محمر ومطحون مزيان. وغادي نزيد كذلك علبه ديال النشا، غادي نخلطهم مزيان. عاد غادي نزيد الدقيق. صافي انا من بعد ما خلطهم مزيان غادي نبدا كنضيف الدقيق. كنزيد الدقيق غير شويه بشويه. غادي نزيد معاه كيس ديال خميره الحلويات وغادي نبدا كنجمع في العجينه غير كنجمعوها هكا باطراف الاصابع، ما كندلكوهاش. والدقيق كنزيدوه غير شويه بشويه حتى كنتحصلوا على عجينه اللي كتكون رطبه. ما كنقصحوش العجينه، يعني ما كنزيدوش ليها دقيق كتر من القياس. كتكون العجينه اللي مجموعه ما تبقاش تلصق في اليد وفي نفس الوقت تتبقى رطبه. نتوما كتشوفوا العجينه من بعد ما تجمعات، هي عجينه مجموعه ما كتلصقش في اليد ولكن في نفس الوقت رطبه. نتوما شوفوا فاش كندخل صبعي راه كيدخل بكل سهوله. صافي غادي ناخذ واحد الجزء من العجينه والعجينه الاخرى غادي نغلفها بالبلاستيك الغذائي. غادي نبدا كنسرح في هذه العجينه هكا، درتها بين 2 بلاستيكات وغادي نبدا كنسرحها هكا بالمدلك. كنخلي السمك ديالها شويه غليظ، ما كنرققهاش بزاف لان ما غاديش نزتيها. يعني هاد الحبات ديال الحلوه ما غاديش نزديهم. نتوما كتشوفوا السمك ديالها. صافي غادي نبدا كنقطعها هكا بهاد القطعه. ممكن تستعملوا اي قطعه متوفره عندكم ولا اي شكل بغيتو. صافي تنستفهم هكا في الطاوه فاش غادي يطيبوا. وهذيك العجينه كتبقى لي راه غير كنجمعها هكا كما شفتوا بالبلاستيكه وكنزيد فوق منها واحد القطعه اخرى ديال العجينه وتنسرحها بنفس الطريقه وكنستفهم هكا في الطاوه كما قلت لكم. هنا الفران عندي مسخن من قبل، سخنته على 170 درجه. غادي ندخل هاد الحلوه وكطيب. الفرن مشعل غير من التحت، كنخليها حتى كطيب وكتحمر. عاد كنشعلها من الفوق، كتزيد تتكمل طيابها وكتحمر حتى من الفوق. صافي تنخرجها تيكون هذا هو الشكل ديالها هكا كما كتشوفوا. كتكون هكا محمره، اللون ديالها تيجي هكا زوين. صافي دابا غادي نخليها حتى تبرد تماما. عاد غادي ندوز باش نزينها بالشوكولاته. عندي هنا الشوكولات الاسود ذوبته في حمام مائي وزدت ليه واحد شويه ديال الكاوكاو اللي محمر ومهرمش. غادي نخلطو هكا مزيان. صافي كنبدا كندير فيه الحلوه بالطريقه هكا. كنبدا كنسقطرها وكنحطها هكا فوق وراك الطبخ، اولا ممكن ديرو غير بلاستيكات. نخليها واحد شويه وكنبدل ليها البلاصه، يعني كنحيدها من هذيك البلاصه اللي حطيتها فيها في الاول هكا باش كتجينا ديك الحلوه مفينيه، ما كيبقاش لاصق فيها الشوكولاط في الجوانب. بالنسبه لهاد الحلوه الا كنتو بغيتو تزيديوها، يعني بديتو تزيدو الحلوه من بعد ما كطيب، فاش تكونوا كتسرحوا في العجينه كترققوها، ما كتخليوهاش هكاك غليظه. وكديروا بحساب راه فيها الخميره، يعني غادي تزيد تنفخ. يعني كديروها رقيقه على هكا اللي درت انا، على هاد القياس اللي درت انا. صافي هنا من بعد ما غلفت هذيك الحلوه بالشوكولاط، دابا غادي نزينها بهاد لوريطات ديال الشوكولاط. هاد لوريطات حضرتهم في هاد المول ديال السيليكون. هنا كندير فيه هكا الشوكولاط مذوب، كنحطو في المجمد حتى كيجبد هذاك الشوكولاط. صافي كنزول من هذاك المول تيزول بكل سهوله.
صافي دابا غادي نبدا تنحط هادوك الوريضات فوق من الحلوى. هنا راه الحلوى مازال ما نشفش عليها الشوكولاط، يعني هكا باش تلصقوا هادوك الوريضات فوق من الحلوى. وغادي نزينهم كذلك بشويه ديال ورق الذهب. المهم التين تيبقى اختياري هكا. هادوك الوريضات ديال الشوكولاط درت لهم شويه ديال الملمع ذهبي. المهم كما قلت لكم التين تيبقى اختياري. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي حضرت معكم اليوم. كما شفتوا مقاديرها بساط واقتصاديين، وتبارك الله هاد المقادير اللي عطيتكم راه كيخرجوا كميه كثيره تبارك الله ديال الحلوى. انا خرجت لي تبارك الله اكثر من 90 قطعه ديال الحلوى، وسهله في التحضير كما شفتوا، تيجي شكلها زوين وراقي. كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.